السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير بإذن الله. النهاردة ان شاء الله في فيديو جديد، بس الفيديو دوت هيبقى فيديو مختلف عن طبعا الفيديوهات اللي قبل كده. احنا ان شاء الله النهاردة عايزين نعمل خلطة معينة، وخلطة لتسمين الفراخ البيضة. وبرده ممكن تحطي منها الفراخ البلدي عادي، مفيش مشكله، بس انا عاملاها اساسا للفراخ البيضه علشان اسبوع ان شاء الله وهذبح عشان اجيب بقى ايه الكتاكيت الجديده. تابعوني بقى في الفيديو دوت وشوفوا الحاجات اللي انا احطها على بعضيها، وقولوا لي برده رايكم ايه في الخلطه ديت، ونجربها مع بعض ونشوف النتيجه برده مع بعض. انا زيكم بتعلم، ويلا مع بعض نقول بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. ربنا يا رب يعيد عليكم الايام وعلينا بخير، طول السنة تبقى خير بإذن الله. النهاردة ان شاء الله مع بعض عايزين بقى عندنا طبعا الفراخ اللي هي البلد الابيض. طبعا احنا فاضل لنا اسبوع ولا حاجة ونذبحها، فطبعا انا هغير العلف واحط لها حاجات تانية مع العلف تزود من الوزن بتاعها. فهنا مع بعض عايزين نعمل خلطة هتوفر علينا كتير في العلف وهتدينا وزن عالي. فهنا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هجيب هنا دوت، انا هعمل طبعا الاول حاجات صغيرة، مش هعمل كتير علشان انت بقى عايزة تكتري بتكتري، بس انا يعني انا هعمل حاجات يا دوبك ممكن تكفيني كام يوم. فهنا دوت كيلو شيشة، بس انا خدت منه حبة صغيرين. انا جايبه الشيشه اللي هي الخشنه شويه علشان تفضل في معدتهم شويه فتحسسهم بالشبع. وهنا بصي في دوت آه اللي هو فول مكسر ومعاه القشر بتاعه اهو. بصي اللي هو ده. وعندي نص كيلو ذرة عويجة اهي. الخلطة دي تنفع للفراخ البيضة وتنفع للفراخ اللي هي البلدي. وعندي هنا اهم حاجة عندي كيلو قمح. القمح اهو، في قمح بتاع بليلة وفي قمح بتاع طيور دوت. ده كده القمح. وهنروح مزودين اللي هو الردة. طبعا الردة قيمتها الغذائية عالية وبترفع معايا البروتين. كل الحاجات دي كده بلخبطها مع بعضيها. وبعدين هجيب العلف واحط هنا العلف. طبعا انا هزود كمان شوية علف اهو. هزود كمان شوية ردة. حطيت طبعا كل المكونات دي على بعضيها، ومش هننسى ان احنا نحط معلقة ملح. ايه فايدة الملح؟ الملح بيعطش الطيور فبيخليها تشرب وترجع تاكل تاني فتاكل معايا اكتر. وهنا عندي كركم، الكيس اللي فيه كركم دوت. طبعا انا كنت بحط لهم منه هما صغيرين، وكنت بحط لهم منه على طول يعني. فالكيس ده فيه شوية كده انا هحطهم. وهنا عندي شوية شيح برضو، ممكن تحطي ب5 جنيه شيح. كل الحاجات دي اخلطها على بعضيها كده. وطبعا لو عندك عيش مكسر حطي، بس انا ما عنديش الحقيقه عيش تحطيه. بصوا بقى هنا انا عندي زيت قديم اللي هو بواقي تحمير البطاطس والحاجات دي والسمك وكده. انا هلف بيه بحطه على الخلطه دي كلها، عشان طبعا هو مكانه قلي سمك ومكانه قلي بطاطس وقلي حاجات تانية. فالسمك لوحده ده فيه اوميجا 3، فطبعا انا بزود الاكل بتاعهم بحاجة تانية هتقوي المناعة بتاعتهم وهتزود وزنهم. ممكن احط تاني.
اديني حضرت الخلطه دي بتاعه الفراخ البيضه اللي انا هسمن بيها الفراخ البيضه دي. كده خلطه التسمين اللي انا هستعملها اسمن بيها الفراخ البيضه، واحط برضو منهم الفراخ البلدي، وهزودها لهم عيش. بس طبعا انا ببل العيش، فهزود العيش بله خفيفه، وهزود لهم باللي انا عملته دوت، بالحاجات اللي انا حطيتها على بعضيها دي. طبعا الحاجات دي غنيه بالقمح، غنيه بالدشيشه، فيها العلف، فيها كل الحاجات اللي ممكن، فيها الفول، فيها قشر الفول، فيها طبعا كل الحاجات اللي ترفع معاكي الوزن بالنسبه للفراخ البيضه. الخلطه دي كويسه جدا جدا، وانا عايزاكم ان انتوا تجربوها وتشوفوها، وان شاء الله هتعجبكم وهتجيب معاكم اوزان كويسه. دي كانت الخلطه بتاعتنا، يا رب تعجبكم، جربوها ويا ريت تقولوا لي ايه رايكم. لكل اللي عايز يسمن بيها الطيور بتاعته، سواء بقى للبط، سواء الفراخ البيضه، سواء الفراخ البلدي، لاي حاجه عايزه تسمني بيها، اعملي الخلطه دي وجربيها وهتدعي لي ان شاء الله. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم ويكون فيديو خفيف. كل سنه وانتم طيبين، اترككم في رعايه الله، مع السلامه.